حضرتك الاستاذ ما حضرتك اهلاوي ولا زملكاوي؟ زملكاوي. كويس والله. في بدايه الثمانينات كان في الاسبوع قبل الاخير كان الزمالك بيلعب في المنصوره. تمام. اوكي، انا كنت حاضر. انت من المنصوره اساسا؟ كنت حاضر الماتش ده. اللي هو الزمالك خد فيه بطوله الدوري بسبب الماتش ده. اوكي. الماتش ده كان المنصوره كان كويس. كان في مستوى عالي. كان في مهاجم في المنصوره اسمه محمود درويش، الله يمسيه بالخير. ده في احدى الهجمات من على بوز ال 18 كده بيحاول يلعب الكره بالعرض، راحت منه دخلت يعني راح للجون. وكان عادل المأمور متقدم شويه، فراح لحقها ونام بيها جوه الشبكه الجانبيه. الحكم عبد الرؤوف المرشدي كان احتسب هدف. احتسب هدف للمنصوره، هدف مليون المية. الرايه قال له تسلل. ازاي؟ ما حدش عارف. القيامه قامت والدنيا باظت، والاحتياطيين بتوع المنصوره نزلوا وحاوطوا للراجل الرايه. انت ازاي؟ فالرايه ادعى انه اتضرب، وجاء ممدوح مصباح طبيب الزمالك ملأ راسه مارك كروم ولف الشاش وعمل وكأن حصل ايه، واتهموا محمد الهادي. 37 دوري اتهموا محمد الهادي اللي هو نجم المنصوره القديم رئيس نادي السنبلاوين حاليا، بانه ضربه بازازه الكوكاكولا وفتح له راسه، واتشطب او اتوقف محمد الهادي لمده عام كامل. وكان هنا انا بصيت عبد الرؤوف المرشدي حكى احتسب الهدف، الدنيا باظت. بصيت لقيت لعيبه نادي الزمالك حسن شحاته ومحمد صلاح والدنيا كلها نطوا من فوق السور الحديد ودخلوا اوضه اللبس، فاضطر الحكم ينهي المباراه واحتسبت للزمالك 2-0. وخد الزمالك الدوري في السنه دي. بكلم حضرتك بمنتهى الصراحه. ايوه بالظبط. مصطفى منصور برضو حريص جدا نادي الزمالك باللي بيتقابل نادي الزمالك بالمشاكل الكتيره اللي قابلت المستشار مرتضى خلال الفتره اللي فاتت دي، حابب جدا ان هو ياخد بطوله، فبرضو بيقول انا عاوز حكام مصريين. والله الزمالك كان نازل في كره اليد خلاص درجه ثانيه. ايوه كان بيلعب ماتش فيصل تقريبا. ماتش فيصل. عايز اقول لك ان لولا ان اتحاد كره اليد كان خايف انه هبوط نادي الزمالك هينزل الاعلانات والرعايه للاتحاد، هو اللي ساعده في الماتش الفيصل. جه المستشار مرتضى لم لك فرقه قويه، نجوم النادي الاهلي في المنتخب. يعني اتحاد اليد ساعد الزمالك؟ لا يعني الماتش الفيصل مش ساعد الزمالك يعني. بس انت قلت كده دلوقتي. لا ما اقصدش ساعد نادي الزمالك. اقصده كان يعني عايز يحافظ على اسم نادي الزمالك الكبير، بس في انه ما ينزلش. لا كان خايف مش ساعد، هو كان خايف ان الزمالك كان خايف. قولوا لنا يا جماعه، يعني انا بوجه رساله للمهندس هاني ابو ريده. انتوا عايزين يا جماعه نفضل محلك سر؟ يعني انتوا عايزين الكره بتاعتنا تفضل محلك سر؟ احنا ناس بنتعب وبنخلص وبنشتغل وما بننامش وكل حاجه، وفي الاخر بيجي حكم مش راضي حتى ان احنا نعمل نتيجه كويسه. احنا بنلعب النهارده الزمالك والحكام. كابتن ايمن يعني راجل عنده خبره كبيره قوي. الجون بتاع الشوط الاولاني ده عيب في تاريخه، عيب. انا بقول للكابتن رضا بلتاجي عيب ان جون زي ده يتلغي. جون واضح وصريح ما فيهوش اي يعني شك ان هو اوف سايد وقدامه وما فيش حد عامل بلوك عليه. كابتن ايمن فاهم انا بتكلم فيه كويس قوي. كابتن ميدو، احنا يمكن عندنا في استوديو التحليل حصريا جبناها بالتقنيات الحديثه ان الكره مش حاجه يا كابتن. انا شايفها يا جماعه مش تقنيات الحديث طبعا على عيني وعلى راسي كل حاجه. انا من هنا شايفها ان هي مش اوف سايد. غير كده الجون اللي دخل فينا مش فاول، الراجل حاسب لا يقل عن 15 فاول حوالين 18 عشان الزمالك يجيب جون. انا مش عايز جمهور الزمالك يزعل مني. انا اتربيت في بيتي ان انا احترم مكان عملي وان انا اموت نفسي عشان مكان بس. وابنه ايمن هو صاحب الشركه بتاعت SMS اللي بتيجي شريط اللي يقول لك ايه، انا مزه حلوه وعندي 27 سنه وتروح قابلني تليفوني كذا. ده يا جماعه يبقى رئيس نادي الزمالك ابو مزه. يا استاذ الفاضل انا بقى 3 سنين بعيد عن نادي الزمالك. خدنا الكاس بالحكم اليوناني. انت بتتكلم في ايه؟ انت ليه جمال محرم شريك ممدوح عباس رئيس البنك اليوناني هنا في مصر؟ عيب يا جماعه. ممدوح عباس وابنه ايمن هو صاحب الشركه بتاعت SMS.